انك تقطع ستانلس مش حوار يعني هو، بس السر انك تطلع القطعية دي في الفيديو ده. ازيكم يا معلمين؟ المعضلة اللي بتقابل اي حد في قص الستانلس هو المشكلة دي، ان المقص بيعض، وفي ناس اشترت مقصات كتيرة نفع منهم مرة وما نفعش تاني خالص. بس المقص ده في تركايه جامده قوي، السر في المسمار الوسطاني ده الرجلاج بتاع المقص. للناس اللي فاهمه في المقصات هيعرف ان الصاموله ملهاش دعوه بالمسمار. اول حاجه هعملها ان ههوي الصاموله شويه، وهشد المسمار سنه صغيره من الناحيه التانيه. 90% من الورش اكيد فيها المقص ده. تعال نجربها كده. كويسه الى حد ما، بس لسه فيها سنه عض. هبدأ أشدها سنة صغيرة كمان. هتعمل الخطوات دي لحد ما تلاقي الرجلاش اتظبط معاك، وفي نفس الوقت ما تشدش المسمار قوي علشان خاطر المقص ما يكلبش منك. وبعد كده هشد على الصامولة، لأن كده حفظت الرجلاش بتاعي. هي دي مهمة الصامولة. بقى موس معانا. بس الفيديو بتاعنا ما خلصش لحد هنا، لسه في سر بتاع القطعية ال 45 ازاي بتطلع عدلة. لما اجي اقص اي زاويه ما بقصهاش من الخارج للداخل، بقصها من الداخل للخارج علشان خاطر اضمن ان السوكه تطلع معايا مظبوطه زي ما هو واضح معاك في الفيديو كده. النتيجه بصراحه ما شاء الله رايقه جدا، بس لو مشيت على نفس الخطوات اللي قلت لك عليها بالظبط. لو استفدت من الفيديو الصغير ده بحاجه، يا ريت تدعمنا باشتراك وتدعمنا بلايك علشان نقدم فيديوهات للهواة من دي كتير. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.